السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة تحريات بوليسية. ونبداو على بركة الله في سرد أطوار جريمة اليوم. حلقتنا اليوم سيدي غادي نبداو مع واحد البنت كاين الاسم ديالها فريدة. هذا غير اسم مستعار ماشي اسم الحقيقي. هاد فريدة هادي كانت زوينة ما شاء الله عاطية العين، وكانت بنت واحد العائلة محافظة. الناس دراوش على قد الحال ما فحالهمش، ما كانش عندها الاب ديالها كان توفي، وعندها الام ديالها وعندها خواتاتها صغار منها، وعندها خواتاتها هما مازالين صغار. فريدة ملي وصلات 21 عام غادي تزوج، وبمن غتزوج؟ بواحد السيد من العائلة ديالهم. غادي واحد النهار تجي الام ديالو وغادي تشوف فريدة غتعجبها وتبغيها لولدها. غير زواج العائلة لا اقل ولا اكثر، يعني البنت ما كانش مقتنعة بالسياد او شاف فيه شي حوايج مزيانة كتدعوها باش تزوج به. ماشي هادشي هذا كامل. هي كذلك ومثال حتى هي ملي جاب ليها الله ولد الناس هذا تزوجات به. غير البنت باغا تزوج وصافي، تزوجو داها لدارهم. هاد الدري هذا اولا هاد السيد سكنها مع دارهم، ما كانش عنده واحد السكن اللي هو مستقل. ولكن للاسف الشديد مرة ما غتولد هاد البنت هاد فريدة غتولد واحد الوليد. غادي يوليو المشاكل والصداعات والغوات مع راجلها ومع مو ومع خواتاتو، والعائلة كبيرة. وراكم عارفين البنت إلا تزوجات وسط من العائلة ديال راجلها كيقوى الصداع والتدخلات وقال لي قلت ليك واحد المشاكل لا تعد ولا تحصى، كان بالإمكان تجاوزها إلا كانوا ساكنين بوحدهم. ما عليناش. المهم فريدة هادي تقهرات واحد النهار، هزات ولدها هزات حوايجها وجات لدار بواحد. جات قالت الام ديالها قالت لها هاد السيد هذا مرجعش ليه مشاكل والصداع والغوات وكذا كذا. المهم حاولوا الناس انهم يرجعوهم، ولكن المهم كاع المحاولات باعت بالفشل. طلقوا كيما تلاقاو بالمعروف، طلقوا بالمعروف. مشى راح الحال سابيلو السيد، وهي شدات ولدها وريحات مع الام ديالها. هنايا فريدة هادي اشنو غدير؟ كما قلنا هما عائلة فقيرة ما فحالهمش، الاب متوفي ما كاينش شي مصروف ما كذا، البنات كيخدموا فاش ما كان. البنت خلات ولدها عند الام ديالها، الام ديالها تكلفات ليه بداك الدري، وهي خرجت تخدم. في الاول حاولت انها تخدم هنا باش تصرف على راسها وعلى ولدها وتعاون حتى هي في المصروف تاع الدار. ولكن بطريقة أو بأخرى واش شي واحد زيد لهاد الدومين، واش تلاقات مع شي بنات ماشي هما، الله أعلم. المهم ما بين ليلة ونهار خرجات العالم اللي راكم عارفينو كاملين، لقات فيه الفلوس ولقات راحتها. البنت خرجات ولات كتناول أي حاجة خايبة، تناول المخدرات، تناول الخمور، تبات برا، تسهر، دير أي حاجة خايبة. امها ما قدراتش عليها، خوتها مازالين صغار، اختها اللي كان صغار منها وختها الاخر اللي كان صغار منها تزوجوا وخرجوا برا الدار، وهي كتصرف من هادشي هذا على ولدها وعلى الدار وعلى كذا. ما عيات معاها باش تبدل هاد الطريقة هادي والو. البنت متشبتة بهداك الرأي ديالها، ونهار نهار كتزيد تنغمس في هاد العالم ديال الليل، والعالم الانحراف والعالم الخايب اللي كيأدي غير الهلاك كما كنقولوا ديما. هاد البنت هادي غتشد في الحبس، ما هي مرة ما هي جوج ما هي ثلاثة، كثر من 5 المرات غتشد. المهم كيلقاو البوليس مع هذا كيباغتو من شي شقة من شبوهة، غير بحال ما هادشي كضرب 4 شهور 6 شهور 7 شهور غير بحال ما هكا. البنت صافي درسات داخلة خارجة، كدير اي حاجة خايبة، ولات عندها واحد السمعة خايبة، يعني حتى حاجة ما فيها ولات مزيانة. ولكن كنتمناو من الله انه يهدي الله هاد الناس هادو اولا هاد العينة من الشباب اللي كيضيعوا كيخسروا شبابهم ويخسروا حياتهم على والو، لانهم ما عارفين والو. مزيان هاد البنت فريدة واحد النهار تلاقى مع واحد السيد. هاد السيد هذا كان كيعرفها، هو ولد درهم تمايا ولكن بعيد عليهم شوية. كيعرفها من ايامات باقا مزوجة بالراجل الاولاني اولا قبل ما تزوج بهداك الراجل، كان كيبغيها ويموت عليها وباغي يتزوج بها. كان ديما تابع من هاد القهوة لهاد القهوة لهاد البار لهاد البار، تا هو مدمن خمور مدمن مخدرات. ولكن هو كيخدم كيجيب المصروف ديالو، ولكن هو يعني الادمان ليه في الدم بحالو بحالها.
هي كانت كدور فيه كيقولي بعد مني راه مصلحش لك، راه لا تصلح ليا لا انا نصلح لك. شوفها بعد مني عطيني الثقة، هو تابع لاصقة. السيد يعني عنده واحد التصميم ما كاينش بحالو، تابع اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، حتى البنت صافي تا هي تعلقات بيه. قالت هاد السيد هدا تابعني خاصني نعطيه فرصة، ولات تخرج معاه تريح معاه في هاد القهوة في هاد القهوة في هاد القهوة، وهو عارفة شنو كدير، كتمشي مع هدا ومع هدا وكتناول المخدرات والخمور. هو قابل على هادشي هدا كامل، غير ترضى عليه وتزوج بيه. هو ملي كان كيفاتح هاد الموضوع هذا مع والديه مكانوش كيبغيو، واش انت ما عمرك ما تزوجتي وكذا، وملي غتزوج تزوج بهاد النوع تاع البنات راه ما طليقش لك. هاد النوع هذا راه ما كيتوبش. راه خاصك تعرف واحد القضيه، هاد النوع هذا راه قليل اللي كيرجع للطريق وملي كيتزوج كيدير عقلو وكذا. هاد النوع هذا ما خدامش لك، بعد منها. ولكن هو راسو قاصح قال لهم لا والو، هادي اللي غنتزوج بها. المهم والدي وخوتو قالوا لي شوف الا بغيتي تزوج بها غتخرج برا الدار، حنا ما بيننا وبينكش. صافي دار داكشي اللي في راسو ومشى فاتح في الموضوع. قال شوف انا غنتزوج بك، غادي نمشي عند امك وغادي نطلب يدك. هذاك الشيء اللي دار فعلا نيت هوايا، وهي طبيعة الحال راه وافقات ملي شافتو متمسك بها ومتعلق بها لواحد الدرجة كبيرة بزاف. مشى عند الام ديالها وخوتها وكذا، وافقوا على طول. هما اصلا باغيين غير تتزوج وتستر وتباع من هاد العالم هذا. كان الابن ديالها كيكبر شيئا فشيئا، وباقا الام ديالها كتعتني به. المهم ملي تزوجوا هاد فريدة مع هاد السيد هذا، فريدة ملي تزوجات بهاد الشخص هذا صافي بدلات حياتها تماما، وبدات صفحة جديدة فيها غير هاد الراجل هذا في حياتها. وولدها مرة كتمشي عندو كتعاون امها باش ما قسم الله فين غادي يسكنوا. هو الحالة ضعيفة، واخا كان كيخدم ويجي المصروف اليومي ديالو، ولكن الحالة يعني فقيرة. كراو واحد البيت، بيت في السطح مع الجيران. كاين هاد السطح اللي فيها الدار كانوا فيه بيوتا، وكل بيت فيه عائلة، ماشي عائلة مفهوم العائلة كبيرة، غير راجل مع مراته عندهم شي وليد أو بنيته صغار، أولا واحد مع مراته وباقي ما ولدوش، غير بحال ما هكا. هذا هو الحال ديالنا، يعني بنادم فقير مقاتل مع الزمان ومع الوقت تيسخر الله. مزيان ملي سكنو في هاد البيت هذا عاشو مزيان، لدرجة أن ولدها ولا في عمرو 17 عام. وهاد ولدها هذا كان غاية في الآداب ومربي وكيقرا مزيان سبحان الله العظيم، ما اكتسب منها حتى شي حاجة. مكانش كيتسوق لمو، كيعتني غير براسو والرياضة والقراية وكذا، كيحتارمها وكذا. المهم دبر راسها. وهي كما قلنا ملي تزوجات راه صافي راه قلبات على داك العالم اللي كانت فيه، كتعرف غير راجلها وما حالها. ولكن المشكلة أن طيلة هاد السنين هادي هما مزوجين اش كانوا كيديروا؟ ما بعدوش من البلية. البلية هي سبب الدمار، هذيك البلية وداك الإدمان هو سبب الدمار. واخا داك العالم اللي كانت خدامة فيه راه صافي عفا الله عما سلف، ملي تزوجات بيه صافي رامت الخط وولات مقابلة غير راجلها وما حالها. هاداك البويت تخملو على قد الحال كذا وتوجد ميكلة زوينة راجلها، ولكن ديك البلية اللي خايبة بزاف. كما قلنا تا هو هي مدمن وتا هي مدمنة. كيجيبو الشريبة يجيبو المخدرات ويريحو، وكيبقاو على الإدمان والبلية وكذا والشراب والموسيقى عالية غير بحال ما هكا. وملي كيبداو يشربو اشنو كيوقع؟ كيبداو مدابزين. ديما كينوض كيعطي واحد القطلة ديال العصا. علاش؟ لأنه هو برا هو كلشي عارفو أنه مزوجها جايبها من واحد العالم معين. هي كتقول ليه ودي وكتحلف ليه انا راه ملي تزوجت بك راني بدلت هادشي هذا كامل، ووليتي انت هو في حياتي وصفحة جديدة بديتها معاك، وانا تبت ورجعت الله. ولكن هو ما كتعيقاش. علاش؟ لانه هو كيسمع كيخرج برا مراتك مشات هنا، مراتك لبسات عليها وما عرفت فين مشات، شفناه هنا شفناه هنا. بنادم غير داوي، بنادم راه كيشوف غير المرا لابسه جلابتها وغاده، راه واقيلا غاده عند فلان، واقيلا غاده هنا، غير داوي. يعني بنادم ما خاصوش يدي على الهضره ديال عباد الله، مادام ما شفتيش بعينيك ما كاين حتى شي حاجه. ما عليناش. هو ملي كيسمع ديك الهضره ما كيتيقش او كيحاول يتغاضى، ولكن ملي كيشرب وكتلعب ليه الخمره في الدماغ ديالو كيقول انت كدابه وباقي خارجه الطريق وكتمشي مع هذا والناس كيعاودوا ليا كدار معاه، وانت ما شفتينيش ما تحكمش عليا، انا راه مشيت غير على الوالده نشوف ولدي،
اولا مشيت غير هنا، اولا مشيت غير هنا، مشيت لصاحبتي كذا، وهوالو كيبقى ينوض يضرب فيها. ما هي مرة، ما هي جوج، لدرجة ان دوك الجيران تقهروا، ديما داخلين البيت عندهم ويفكوا فيهم يفكوا فيهم على الشيطان فلان، على الشيطان كذا. وهي كانت كتضارب معاه واحد الحياة اللي هي صعيبة بزاف، بهاديك البلية وداك الخمر وكذا. صافي شافت واحد النهار تعيات، هزات حوايجها ورجعت دار امها. دار امها صافي ريحات فيها. هي كانت مرة كتجي لدار امها وكتريح فيها، وكيجي هو يطلب ويرغب وكيرجعها وكيبقى عليها بالعصا وترجع عاوتاني. ولكن هاد المرة هادي حلفات، قالت ما غاديش نرجع ليه، وطلبات من الام ديالها باش ملي يجي يطلب يرغب وتقولي انا معرفتهاش فين مشات، هي ما كايناش عندي في الدار، وهي راه باركه غير في الدار تمايا. فعلا نيت جا كيطلب فين سيبتو، عافاك فلانه، عافاك الا ما كلم لي فريده اخر مره. كتقول لها ولدي انا نكلمها لك، ولكن هي ما كايناش في الدار. كيمشي كيسول صحاباتها، يسول فين كتمشي، يسول العائله ديالها. فريده غابر ليها العطر. كيرجع عاوتاني عند دار نسابو اللي هي الام ديالها، كيرجع والسيد كيبكي، كيبكي كيدمع من العينين. السيد بقات فيه مراتو كيبغيها بزاف، وتا هي كتبغيه وعاجبها وكلشي، ولكن قهرها بالشكوك والظنون، ويضربها ويقتلها بالعصا. وهاديك اللي بالي هي دايره المشاكل وما جايبين الدنيا اخبار. ما عليناش هنايا. صافي تقريبا واحد الشهر او اكثر هو كيجي وكيبكي قدام الباب. سيرتو انا الناس قالوا لي ودي راه كاينه في الدار مبغاش تخرج عندك. كيبكي ويرغب ويطلب. صافي هنايا فريده ملي شافتو كيبكي وشافتو صافي غادي يموت عليها، طلبات من الام ديالها باش تخليه يدخل. ملي دخل واحده قال لها ما عمرني باغي نقيسك، صافي مبقيتش نأذيك، انا ما نقدرش نعيش بلا بيك. المهم طلبها ورغبها ورجع معاه لهداك البيت. طلعو الناس الجيران على سلامتك على سلامتك، ديما على سلامتك اسيدي. المهم جاي فرحان فرحان، مشى خرج تغدا، جاب شي امو يكلها واحد الحيمات واحد البرقوق، قالها صوب لي طاجين بالبرقوق، صوباتو ونضات وخرج عاوتاني. فين مشى؟ مشى للعادة ديالو القديمة، جاب الشراب. نعم اسيدي، الشراب سبب البلاوي. جاب الشراب، جاب المخدرات وريحو، كلاو تعشاو كانوا بخير. اجاو بدا الشريبة ديالهم بقاو يشربو كيشربو. هو جاهد في الموسيقى، يعني واحد الدرجة كبيرة بزاف. والليل تالي الليل والجيران حداك. كتقولي نقص من الموسيقى، هو ما كاينش هنا في دار غفلون، هو ما كاينش في هذا العالم. السيد راه شارب بزاف. نقص من الموسيقى الله يهديه، والو عاد ما كيزيد فيها. نقص من الموسيقى الناس راه ناعسة كذا وسكرانين بجوج بيهم. واحد اللحظة الناس غادي يجيو يدقوا الجيران، الشيطان فلان هو راه الليل هذا وحنا ناعسين، وغدا صابحين خدامين، وليداتنا غادي يقراو، وتاني الليل نقص شويه. دير على قد ودنك وتصنت ليها. هي قالت لي نقص صاحبي الموسيقى، راه حنا دوينا معاك، نقص. خلى الناس تمشاو وقال لها بغيتي تحكمي فيا؟ انت كتشرطي عليا، انت يا الراجل ماشي انا. دوي انت تامرين نقص الموسيقى؟ انت كيما قالوا الناس انت باقا دايره عليا شي واحد. انت كتمشي لهداك العالم اللي كنتي فيه وبقى عليها عاوتاني بالعصا. هنايا صافي سلاخ عاوتاني بالعصا، ضربات معاه. هنا اشنو دار؟ كما قلنا الشراب لعبات ليه بمخو، هو ما يديرش داكشي كون ما كان شارب. حتى هي سكرانه معاه. مشى جاب واحد الموس، تك على واحد الموس على الخضره وبقى كيضرب فيها، ما كيطعناش، غير كيضربها على اللحمه، على الدراوع، على كذا. ولكن راه جرحها كامله، الدمايات ولات خارجه. واحد اللحظه ولات مضاربه معاه، غتحيد ليه الموس وغتلاوى معاه تمايا. يعني الضرب وكذا هو مع سكران، يعني واحد القوة اللي هي ما كايناش بزاف. شدات ليه الموس ما عرفت كيفاش، تا غادي الموس غادي تغرس ليه في القلب ديالو. صافي هو تغرس ليه الموس في القلب ديالو، ما حش بيه على حساب الهضره ديال هذيك فريده من بعد من البوليس. قال لها غير طلقي مني، مبقاش غادي نقرب لك، نواعدك هذه اخر مره نضربك فيها. قالت لي لا، وشكون اللي قال لي انا غادي نطلقك وغتنوض تضربني عاوتاني؟ المهم واحد اللحظه ملي طلقاتو السيد طاح. اللي غتكتشف بان الموس راه مغروس ليه في الصدر ديالو. تخلعات السيد صافي مبقاش كيتحرك، بقات كتغوت. جاو الناس لقاوه جثه حامده. خرجات في هذاك الليل تالي الليل، مشات عند البوليس
وعاودات ليهم لافير كي داير. جاو معاها البوليس، راه كيعرفوهم، راهما ديما المشاكل والصداعات ومدمني خمور. جاو معاها عفوا، طلعوا البيت كيلقاو السيد مقتول. اعتقلوها، داو السيد للمستودع البلدي الاموات، تصنتوا ليها، عاودات ليهم الظروف ديالها من الاول حتى الاخر كيما سردنا لكم دابا، وكيفاش تا قتلاتو، شنو الاسباب اللي خلاتها تقتلو. هي ما كانش ناويه تقتلو على حسب التصريحات ديالها، هي غير ضربات معاه. كوما قتلاتوش او بالاحرى كوما دافعاش على راسها، كان هو غيصفيها عليها. هادشي اللي قالت في المحضر، عاودات بالديتاي كيما قلنا. المهم قدموها امام السيد قاضي التحقيق اللي امر باعتقال احتياطي، ومن وراها جاء واحد الحكم اللي كان شيئا ما كنقولوا قاسي، لان القضيه فيها دفاع شرعي والسيده دافعت على نفسها، وكانت يعني خاصها دير داكشي، ما عدا ما دير. تحكمات ب25 عام ديال الحبس، وفي الاستئناف حكموا لها ب20 عام، نقصوا لها 5 سنين. الحكم كان قاسي كما قلنا شويه، يعني هذه قضية ديال الدفاع الشرعي. ولكن عاوتاني كنقول المحكمة شوف شافت شي حوايج اخرين. مهم راه المحكمة عندها الملف وكتعرف اشنو كدير، حنا ما نقدروش نقولوا الحكم قاسي او ماشي قاسي، الله اعلم. ما عليناش. هنايا شنو كنستافدو من هاد القصة هادي؟ كنستافدو بان طريق الحرام اخرتها مظلامة، وكتجيب غير المساوئ الخايبة بزاف. هاد الناس هادو كوامل اللي تزوجوا، واخا هما كانوا مدمنين وكذا، وهي البنت كانت في واحد العالم، عفا الله عما سلف وتابت ومزيان ولات مقابله راجلها وظاهرها. ولكن هذيك البليه علاش؟ ملي تيابت الناس وصافي توبيت من هذيك البليه، وهذاك الشراب ما بقيتيش تدوري به بتاتا. على الاقل هاتي ملي ما تكونيش مبليه، هو ما يزعمش بزاف انه يجيب الشراب بزاف تمايا، غادي يولي يشرب غير على برا شويته، غادي يقطعو، يقدر يقطعو كاع الا انتي واظبتي على واحد الحاجه وحرصتي عليه باش يحيدو. الا تعاونتي معاه وهو كيبغيك غادي يحيدو، اولا على الاقل غير ما يجيبش لك الشراب لدارك. ما عليناش. هنايا هذه هي النهايه ديال طريق الحرام كما قلنا، والنهايه ديال اي بليه خايبه. والله ينجينا ونجيكم، والله يحفظنا ويحفظكم من هذا النوع ديال البشر.